يعني ايه علاقتي مع نفسي؟ ازاي الواحد يوصل ان يكون في علاقة مع نفسه؟ ازاي الواحد يوصل انه يكون عنده النضج النفسي؟ يعني ايه نفسي؟ نفسي هي شخصيتي، انا مين؟ شخصية مقصود بيها صورتي عن نفسي، انا شايف نفسي ازاي. الشخصية هي طريقة تفكيري، لانه الطريقة اللي بفكر بيها بتعبر عن شخصيتي، لانه ممكن يكون عندي اخطاء في التفكير، ممكن تكون طريقة معالجتي للاحداث اللي بتحصل مش دقيقة، مش مظبوطة، طريقة استقبالي الاحداث، الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع مشاعري، ده كله بيعبر عن شخصيتي قوي. لما اجي اقول ان شخص يكون ليه علاقه مع نفسه، انت تقدر تشتغل على شخصيتك تتطور. احنا عندنا مستويات من النضج النفسي، احنا عندنا طفل وجدانيا شرحناها قبل كده في فيديوهات، ممكن ترجع تبص عليها. يعني ايه مراهق وجدانيا؟ واللي احنا عايزين نوصل له هو الراشد وجدانيا. الشخص الراشد هو عنده علاقه مع نفسه، مشي رحله من النضج في حياته وصلته انه يكون شخص ناضج مع نفسه.